السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، ان شاء الله تكونوا كل عام وانتم بألف خير وصحة ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة مقروط اسنيوة، ساهل ساهل يا البنات، صحكم تجربوه. دوك تشوفوا معايا المقادير. يلا، مقادير مضبوطة وناجحة يا البنات. هنا عندنا نص كاس فارينة، كاس ما زهر، وكاس الا ربع تاع السمن ولا زبده، وزيدوا 3 مغارف زيت، ومغرفه تاع القهوه، خميره الحلويات. وكما كتشوفوا هنا دوك نوري لكم بالسميد يكون متوسط تاع الطمينه. هاوليك، تبعوا المقادير هذه باذن الله تنجح لكم الوصفه. اول حاجه نحطوا الكاس تاع مزهر، ومعاه كاس الا ربع و3 مغارف زيت معاها. نخلطوا هادوما، نحركوهم شويه مع بعضاهم، ومن بعد تيك نزيدوا الفارينه ونحركوها تاني معاهم. تدخل الفارينه مع الماء والزيت مليح. كما كتشوفوا هنا نزرب لكم فيديو باش ما يجيكمش طويل وما تملوش منه. من بعد تيك ندير مغرفه صغيره تاع قهوه الملح، وهنا نبداو نفرغوا السميد تاعنا بشويه. هنا نبداو بمغارف تاع سميد ونفرغوا عليهم خميره تاع الحلويات ونخلطوا حتى يتلاهي معنا السميد كما كتشوفوا الصوره موضحه في الفيديو.
بعد ما طاب معنا المقروط نحكمو كيلة تاع عسل، نفرغو عليها نص كاس تاع لاتاي ماء زهر ونخلطوه مليح ونفرغوه عليها. لا تحبوه بزاف حلو المقروط حبيتو ديروا 2 كيلات. كيما انا هنايا ما كترتش بزاف العسل باسكو ما كنتش حباتو يجيني حلو بزاف هكا، ونخلوه يشرب فيه ليله كامله. هاولك يا البنات المقروط تاعنا، شوفوا الشكل تاعو كيفاش خرج هايل طري يدوب في الفم وتمتم تقسميه ما يجيش يابس يقعد طري هايل. تحبوا تخبوه في الفريجيدان، تحبوا تخلوه لبرا ما يفسدلكمش. انا عجبكم فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لي جيم وديروا كومنتير اشباب.